ازاي تعمل اول $1000 من شغفك اللي ممكن ما يكونش ليه اي علاقه بشغلك. في حد بعت لنا وطلب رود ماب او خطه، هو مجال دراسته كمبيوتر ساينس، شغله مبرمج، يحب الجيم، وبنفس الوقت في 3 حاجات هو شاطر فيها. الجيم اول حاجه ذكرها، برده معروف وسط اصحابه بالجيم. هو شغله الاساسي البرمجه ولكن عنده شغف كبير جدا بالجيم. احنا عملنا له خطه، الخطه دي مدتها من شهر لشهرين، هيقدر من خلالها ان هو يكسب اول $1000. اول حاجه وجهناه اليها هو ان هو يثبت ان هو فاهم في موضوع الجيم، ومش لازم على فكره يكون شغله في الجيم، ولكن محتاج ان هو ممكن ياخد شهاده، ممكن ان هو يدرب ناس بشكل مجاني وياخد منهم اراء. فالخطه هتكون كالتالي: الفكره الاساسيه ان هو يعمل بوزيشننج لنفسه ان هو مبرمج بيحب الجيم. يبدا ان هو يحط محتوى بشكل استراتيجي بحيث الناس تعرفه ان هو مبرمج وفي نفس الوقت شاطر في موضوع الجيم. ممكن يعمل فيديوهات من نوع ازاي بنظم اكلي كلاعب كمال اجسام ومبرمج، ازاي تعمل فورمه وانت شغال في مجال البرمجه، يوم في حياتي شغل وجيم، يعمل فلوج بسيط. في المرحله دي محتاج ان هو يعمل محتوى كانه بيشارك تجاربه وخلاص، بدون ما يطلب اي شيء من الناس، من غير ما يطلق اي خدمات. طبعا في المرحله الاولانيه محتاج ان هو يحدد البراند ثيم بتاعه، بمعنى ان هو يحدد نوع المحتوى والناس اللي هو بيساعدهم. فممكن يستهدف الناس اللي شغاله في التك وقتهم ضيق ومش قادرين ان هم ينظموا اكلهم وتمرينهم، وبالتالي يوصلوا لفورمه كويسه. المرحله اللي بعد كده محتاج ان هو يكون محتواه ليه زاويه معينه، ما ينفعش يمشي ورا المين ستريم او التيار بتاع الجيم لان المنافسه فيه عاليه جدا. فمحتاج ان هو يركز على الناس اللي محتاجه انها تتمرن علشان تحسن من صحتها، تحسن من مزاجها، وتحسن انتاجيتها، ومحتاجه انها تتبع اسلوب حياه صحي بعيدا عن هوس الضخامه والهرمونات. الموضوع ده هيحطه في حته مميزه بعيده عن المنافسه تماما. برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا في البدايه هي التستيمونيالز او الاراء بتاعه الناس، فممكن يدرب صحابه بشكل مجاني. النقطه اللي بعد كده اللي عمرو محتاج يظبطها هي مغناطيس المبيعات او الليد ماجنت. محتاج ان هو يكون عنده مغناطيس مبيعات بحيث ان اللي مش هيشتري منه ومهتم لازم يكون عنده الكونتاكت بتاعه. الجزء اللي بعد كده وهو العرض او الاوفر اللي هيقدمه. طبعا في النيش بتاعه الجيم افضل حاجه ممكن يقدمها للناس هو تدريب مثلا لمده 3 شهور. التدريب ده ممكن يكون عباره عن مكالمه فيديو لمده 45 دقيقه عشان يحدد الاهداف ويصمم الخطه. ممكن تكون بعد كده خطه تمارين شخصيه تتغير كل اسبوعين مثلا على حسب تطور الشخص، ومتابعه اسبوعيه عن طريق نوتس او واتساب. طبعا التسعير ممكن يبدا بسعر قليل، ممكن يبدا $50 لمده مثلا شهر او حتى شهرين. يعني ابدا بسعر قليل بس فهم الناس ان انت مديهم خصم علشان يدولك تستيمونيالز. طبعا في مرحله معينه بعد ما بتجمع تستيمونيالز كويسه او اراء من الناس بشكل كويس تقدر ان انت ترفع سعرك. لو انت حابب ان احنا نديلك رود ماب ازاي تعمل اول $1000 من خبرتك والناس عايزه تتعلمها، املى الشيت ده وهنبعت لك خطه تفصيليه للي محتاج تعمله عشان توصل لاول $1000 شهريا. ده اللي كنت هعمله بالظبط لو كنت مكان عمرو.